الله تبارك وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله صلى الله عليه وآله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. في سورة الأحزاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أيها الفرقة العمرية، كيف تصلون في صلواتكم حينما أنتم تجلسون وتشهدون؟ كيف تصلون؟ اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم كما صليت وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم. أليس هكذا؟ فمن لم يصلي على آل محمد عليهم السلام في صلاته فصلاته باطلة. أليس هكذا؟ هل أنتم عندكم صلاة أخرى؟ إن جمهور المسلمين فيما أنا أعرف، وأنا عشت مدة طويلة من عمري بين العمرية ودرست عند علمائكم ورأيت مدارسكم، كل شيء منكم رأيناه، فأنا أعرف أنتم كيف تصلون. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أليس هكذا تصلون؟ هذا آل محمد عليهم السلام، أنتم تتقربون إلى الله بذكرهم وبالصلاة عليهم في صلواتكم. هذا من يهددهم بالإحراق بالنار تشكون في كفره؟ لا شك في كفره، فلا يا للعجب أنتم تقتدون به في هذا العدو لآل محمد عليهم السلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. إن الذين يؤذون الله ورسوله صلى الله عليه وآله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. إن أذية الزهراء سلام الله عليها أذية النبي صلى الله عليه وآله بلا شك وبلا ريب. فحينئذ هذا من مصداق هذا الآية الكريمة: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. عمر وأبو بكر، لأن عمر حينما جاء وحدد بالإحراق من كان الخليفة؟ أبو بكر، لا يمكنه أن يفعل ذلك إلا بالمشاورة معه، وهما واحدان، وهما نفس الإمارة ونفس الخلافة ونفس القوة. فحينئذ عزت